طيب دلوقتي لما نيجي نقارن ما بين الوقت بتاع الباور ليفتنج اللي بيقضيه في النادي او في الجيم بيكون اطول من الوقت بتاع البودي بيلدر، لان دي برضه نقطه مهمه نسينا نقولها في الفرق ما بين الباور ليفتنج والبودي بيلدينج. فانا مثلا باخد من ساعه لساعه ونص بالكتير، بعكسك انت انا بشوفك بتطول شويه في الجيم. طيب هو فعلا انا تمريني ممكن يوصل لساعتين ونص، او ممكن في حاله ان كان عندي الوزن اوزان عاليه او تمرين مجهد ممكن يوصل 3 ساعات. وده ليه بكل بساطه ان انا باخد وقت لحد ما اوصل اللي هي الجلسه الاساسيه. يعني انا بدخل الجيم بلعب بسخن بالتدريج اللي هي تسميها جلسات التحميه او الورم اب سيتس. فبزود الوزن بزود الوزن بزود الوزن على اساس ان انا ااهل جسمي ان هو يقدر يتمرن بالوزن العالي، يكون جاهز للحاجه دي، وفي نفس الوقت اني انا ما اكون مجهد من جلسات التحميه اللي قبل. فانا بس البروسيس دي بتاخذ مني وقت بحكم ان الوزن قاعد يزيد والاجهاد اللي على جسمي قاعد يزيد، فانا باخذ وقت ان انا ارتاح واخذ راحتي على اساس ان انا اخش للوزن او التوب سيت او الوزن او الجلسه الثقيله اللي معايا النهارده وانا جاهز 100% وجاهز اني انا افجر. فالبروسيس دي بتاخذ مني وقت، زائد ان اصلا تمرين الاكسسوارز العادي اللي انتم بتلعبوه في البودي بيلدينج انا بلعبه. يعني انا غير الوقت اللي بيضيع مني او الوقت اللي بياخذه مني تمرين السكوات والبنش والديد ليفت، انا عندي برضو تمارين الاكسسوارز انا مطالب ان انا اديها بشكل معين وبوقت معين وبشده عاليه. فده برضو بيخليني ان انا اريح ما بين كل جلسه والثانيه في باقي التمارين. طيب برضه خلينا نبسطها. انا مثلا لما هاجي اقول ان انا بلعب تمرينه الدمبل بريس اللي هو تمرين السطر بالدمبل مستوي، انا مثلا بتمرن بال40. فانا لما باجي ادخل جلسات التسخين قبل ما اخش على 40 حرفيا بتمرن بدخله واحده بس بال20 ودخله بال30، تبقى 3 عدات ولا 4 عدات، وبعد كده بدخل الدخله الاساسيه. فكده ده جلستين بس تسخين. هل انت معناه ان انت بتاخد جلسات اطول فعشان كده بتطول؟ هو الجلسات التسخين نفسها ممكن توصل معايا ل5 جلسات او 6 جلسات على حسب ضعف الوزن. الجلسات بتاعتي يس، على حرفيا. حسب الوزن نفسه. يعني انا كل ما تقل الوزن معايا وكل ما الشده ارتفعت انا هحتاج ان انا اخد وقت اكتر عشان ان انا اقدر اسخن واوصل للوزن ده. بتاعك وبرضه بيعتمد على الرفعه نفسها. يعني انا الوقت اللي باخده مثلا في تسخين للبنش اقل من الوقت اللي انا باخده مثلا في تسخين للديد ليفت او مثلا تسخين للسكوات كتمرين ثقيل. البنش يعتبر اخف تمرين فيهم الثلاثه. فانا بس الوقت يعني بيعتمد على التمرين نفسه وعلى شده التمرين وعلى الاوزان اللي انا هشيلها في اليوم ده. طيب حلو. انا برضو في حاجه دايما بشوفها شائعه خصوصا للواحد اللي متعود على اسلوب البودي بيلدينج. احنا دايما في التمرين بتاعتنا بنوصل للفشل العضلي او بنكون قريبين منها بعدة او ب3 عدات زي ما انت عارف، يعني مش بنوصل دايما للفشل العضلي، ولكن على الاغلب بنوصل خصوصا في تمرين العزل الخفيفه اللي هي الباي التراي الكلام ده. لما اجي ابدا في الباور ليفتنج، اجي العب سكوات، اجي العب بنش، اجي العب ديد ليفت، هل هوصل من اول يوم برضو للفشل العضلي او هكون قريب منها بعدة او عدتين؟ او ازاي اقدر اتحكم في حاجه زي كده خصوصا ان هي بتفعل عضلات كتيره فبتعلي عندي الاجهاد؟ فحاجه زي كده ازاي اتحكم فيها؟ طيب احنا في البدايه بس خلينا نشرح انه زي ما قلنا انه في اصلا فرق ما بين طريقه التمرين اللي انت بتتمرنها في البادي بيلدينج، في فرق برضه في فرق في طريقه التمرين للباور ليفتنج. ففي الباور ليفتنج عندي في برمجه معينه انا ببدا فيها البلوك او الفتره التدريبيه زي ما احنا شرحنا. الفتره دي بتبدا بشده معينه وممكن تزيد بالتدريج او احنا نثبت الشده دي لكن نزود الوزن بالتدريج. طبعا ده يعتمد على طريقه البرمجه اللي انت بتستخدمها او المدرب بتاعك بيستخدمها. لكن في الاساس لموضوع الشده انت كمبتدئ لسه داخل باور ليفتنج، من كتر الحماس اللي انت بيجي لك انت على طول عايز تكسر اوزان، على طول عايز تجيب وزن جديد رقم جديد بي ار، اللي بيصير ان انت الموضوع بينقلب عليك بالعكس. فانت بتضطر كل مره تخش حط البار على ظهرك، يلا وزن جديد، يلا 5 كيلو، يلا 10 كيلو، يلا 20 هو كيلو. فعلا الموضوع يعني الموضوع ممتع. بيكون حماسي وبيكون يعني يس انا نفسي جربته انت عارف. يس فكل مره عايز تروح عايز في تكسر وزن. البيئه، في البيئه اللي معاك انت لو كان حولك برضه باورليفتر او ناس بيحمسوك انت تتحمس انت تكسر اوزان اكتر. صح. هو صح ان الرياضه بتاعتنا منتلي اكتر يعني وعقليه اكتر، وان الوزن ده كل ما كانت عقليتك اقوى كل ما قدرت ان انت تشيل اوزان اكتر مع مراعاه انت انضباطك واستشفاء كل الكلام ده. لكن بشكل عام انت لازم تراعي الحاجه المكتوبه لك ولازم تسمع لجسمك بشكل ممتاز جدا عشان تقدر تجيب الشده المناسبه. فانا مثلا جسمي قادر ان هو يلعب مثلا سكوات ب 100 كيلو عند شده مثلا ار بي 7. ار بي 7 اللي هو باقي لك انت 3 عدات للفشل العضلي. والمطلوب منك مثلا انت تجيب ار بي 7. انت قمت تحمست اليوم ده وقلنا ان انت كنت نايم كويس واكل كويس ومثلا مدخل كافيين في جسمك،
الحماس ممكن تزود 2.5، ممكن تزود 5 كيلو، ما في مشكله، بحكم ان انت كل حاجه كل العوامل الثانيه مناسبه معك. لكن ان انت تاخذ الموضوع لليفل ثاني، بس انت مثلا تبدا تلعب 110، تلعب باوزان اعلى من اللي انت اصلا جسمك قادر يديك، هنا انت دخلت في مرحله الخطر. فالمرحله هذه انت اذا كملت عليها هنا راح تبدا او تخش في موضوع الاصابات اللي احنا اتكلمنا، لان انت قاعد تزود اوزان بطريقه مبالغ فيها. يس، طريقه مبالغ فيها ومن غير اي طريقه تدرج واضحه. فانت لما تتدرج في الوزن كل شويه وتبدا تزود الاوزان بالتدريج مره بمره مره بمره مره بمره، هيكون اسلم عليك. وانت زي ما قلنا ان احنا طريقه البرمجه اللي تستخدمها ان انت تبدا في بدايه الاسبوع بار بي خلينا نقول منخفض شويه، وتبدا تزود ار بي مع الاسابيع. يعني ببدا بشده قليله يس، وازود كل اسبوع لحد نهايه البلوك ده. يس، البلوك ده اللي هو البلوك هو عباره عن فتره تدريبيه. البلوك ده ممكن يكون 4 اسابيع، ممكن يكون 3 اسابيع، ممكن يكون 5 اسابيع، ممكن يكون 6 اسابيع، ممكن يكون 8 اسابيع، على حسب انت الحاجه اللي مكتوبه لك، الحاجه اللي المدرب بتاعك شايفها. فالترانزيشن نفسها ما بين كل اسبوع والتاني لازم تكون مدروسه، ولازم تكون محدده بشكل معين، اساس انت تقدر تتطور في كل اسبوع والتاني. فانت بمجرد ما انت قدرت ان انت تعمل الحاجه دي، ومجرد ما قدرت تتطور وتزيد في الاوزان، انت اوزانك بالطبيعي ان هي المفروض هتزيد من اسبوع لاسبوع بحكم ان الشده قاعده تزيد، وقوتك انت والادابتيشن او التاقلم بتاع جسمك قاعد يزيد. فكل ما ده بيزيد معاك، والكباسيتي بتاعتك بتاع جسمك، الكباسيتي اللي هو القدره على انت تتحمل الاوزان، القدره انت تتطور بتزيد. زي ما قلنا ده رجعنا لمبدا البروجريسيف اوفرلود. فكل ده لما يزيد معاك انت هتلاقي نفسك انت قاعد تتطور 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 على مدار الاسابيع، ومنها على مدار الشهور، ومنها على مدار السنين. فده الاصح ان انت تبدا تتدرج في الاوزان واحده 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 لحد ما تلاقي نفسك انت تطور وصلت لمراحل بعيده. مش هيتقلق. لا ابدا ابدا مش هيتقلق، لان انا دايما بسمع والله بجد ان انا بتمرن باسلوب الباور ليفتنج، مش ههتم باكلي، هروح اشيل اعلى وزن، هوب جت لي اصابه، وانا اصلا مش متاكد ان التكنيك بتاعي صح. زي ما انت قلت مفيش اي تخطيط، مفيش اي دراسه للموضوع، تمام، خش عتاله شيل، مفيش اي برضو ضبط لشده التمرين لحجم التمرين. وده برضو ياخدنا لسؤال: كم مره العب سكوات، كم مره العب بنش، كم مره العب ديد ليفت؟ طيب خلينا بس نقسم الاسئله عشان انت طرقت اكثر من نقطه. اول نقطه اللي هي الموضوع العتاله. انت كباور ليفتنج قدرتك انت على التطور غير محدوده ابدا. يعني مش زي مثلا البادي بيلدينج، انت بعد فتره هتلاقي نفسك ان انت التطورات بدات تبطأ او كده. هي سرعه التطور مقرونه بمستواك، ده شيء مفروغ منه سواء في البادي بيلدينج او الباور ليفتنج. لكن الحاجه الاساسيه اللي احنا هنقيس من خلالها اللي هو انت التزامك واستمراريتك. فكل كان ما التزامك كان احسن واستمراريتك كانت احسن، بدا انت تلاقي الموضوع ده بشكل محسوس قدامك. انت تبدا تتطور في الاوزان وتبدا تزيد فيها، وفي الشده، وكل الاشياء هذه هتزيد مع بعض. برضه نقطه التغذيه دي مهمه. يعني اللي انا فهمته منك ان انت محتاج باور في التمرين. وساعات بشوفك بتاخد في نص التمرين. صح كده؟ صح. طيب اول حاجه موضوع خلينا نقول قبل موضوع التغذيه، بس بخصوص ان هو العشوائيه دي ممكن يوصل لمرحله عند اللاعب ان هو كل مره قاعد يكسر رقم جديد، او قاعد يخش يحط وزن ثقيل وشده عاليه على ظهره. ده ممكن يدخل الموضوع الاصابات، تكنيك يكون يختل، تصير في مشاكل عنده في التكنيك. فكل دي بالتوازي هتسبب لي مشاكل. بعد كده بنخش على موضوع التغذيه. موضوع التغذيه عندي انا كباور ليفتر زي ما شرحت قبل كده، التغذيه مهمه جدا. ليش؟ لان انت زي ما انت محتاج طاقه وباور، انت برضه محتاج ريكفري، محتاج كل حاجه استشفاء. محتاج استشفاء، محتاج انت يكون جسمك في مكان مناسب، محتاج انت لياقتك تكون في مكان مناسب، قادر ان انت تأدي في التمرين بشكل مناسب، تدخل كل الاحتياج جسمك من عناصر غذائيه، من الماكروز او المايكروز، من ناحيه فيتامينات ومعادن، او من ناحيه كارب وبروتين فات. طيب في نقطه اللي انت قلتها اني انا باكل وسط التمرين. شوف خلينا نشرح اول حاجه الاي تي بي او طريقه تكوين الطاقه في الجسم. الجسم عشان يكون طاقه من الاكل اللي انت اكلته هيحتاج فتره طويله، هيحتاج ممكن من فتره توصل لليوم على اساس انه يحول الاكل ده لاي تي بي. الاي تي بي انت جسمك اللي هو الادرينالين ثلاثي اللي هو جسمك هيستخدمه عشان انت تولد طاقه وتتحرك. اصلا هو الاي تي بي ده مصدر الطاقه الاساسي والمباشر للجسم. لما تتحرك بتجري بسرعه معينه، السرعه دي اللي في الاول مثلا 30 ثانيه ولا 10 ثواني ولا ايا كانت،
دي بتيجي من الاي تي بي صح كده؟ صح. تمام. فالاساس مصدر طاقته هو الاي تي بي. الناس بتعتقد ان هو لما يجي ياكل اكل معين بعديها بساعتين هو قادر يتمرن او انه قادر يأدي في الجيم. الحاجه دي مش صح. ليه؟ لان انت اللي انت بتعمله لما بتاكل او تشرب مثلا كارب سريع الامتصاص او اي حاجه، انت بس بتعلي الجلوكوز وسكر الدم في جسمك. انت مش بتدي جسمك لكن انت مش بتدي جسمك طاقه مباشره، خلينا نقول. يعني انت مش عربيه، فاهم؟ انت بتشحن على طول. لا، محتاج وقت. جسمك بيحتاج وقت ان هو يدور الاكل ده ويستفيد من الموديات وخلينا نقول يحللها ويحولها لطاقه. فبالتالي التاثير النفسي للاكل ده او الجلوكوز اللي انت بتاكله ده بيكون نفسي. ايوه بس هو مهم. هو مهم طبعا. يعني انت لما تحس ان انت هايدريتد وتحس ان انت جسمك فيه فلويد وتحس ان انت طاقه اكتر، ده هيديك برضه حاجه نفسيه ان انت تأدي اكتر. فده اللي بيخلينا احنا زي ما نقول نعمل ريفريش للحاجه او الطاقه دي اللي موجوده بشكل لحظي، بس على اساس احنا نقدر نكمل التمرين لفترات طويله. وزي ما قلت لك انت فتره التمرين نفسها طويله، انت بتقعد 3 ساعات في الجيم، وممكن في اشخاص يعني بيكون ما اكلش حاجه قبليها، فاهم؟ فمحتاج ان هو زي ما تقول حاجه نفسيه بس تساعده ان هو يكمل التمرين ويستفيد من التمرين، او يعلي سكر الدم في جسمه على اساس ان هو طاقته تزيد. السبايك اللي بيحصل في الانسولين اساس طاقتك تزيد بشكل بسيط بس. طيب السؤال اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي، بتتمرن كام تمرينه؟ وبشكل عام برضو بتتمرن كام مره في الاسبوع سكوات وبنش وديد ليفت؟ طيب شوف، ده دي حاجه انا عايز اتكلم عنها برضو. كويس انت سالت عنها، اللي هو ازاي انا بحدد انا محتاج كام مره. طبعا ده بيعتمد على رده فعل اللاعب، وبحكم ان الرياضه اصلا في الاساس كبرمجه بتعتمد على رده فعل اللاعب. فانا من الاساس انا ببدا مع اللاعب في نقطه معينه كنقطه بدايه. فمثلا على سبيل المثال انا بدات معاه بمره واحده سكوات في الاسبوع. بعد كده بعد فتره انا لقيت ان المره الواحده دي مش بتحط له ستريس كافي على حسب مستواه حاليا. فلو قلنا ان هو مبتدئ فانا هبدا ازود له مره ثانيه. طب ولو بيتطور؟ لو بيطلع عليها كمل زي ما انا. يعني انت بتزود لما يحتاج اللاعب. فده المبدا اللي انا ماشي عليه، ان انا بزود بس لما يحتاج اللاعب. انا مش هاجي خلاص من البدايه احط له 1 2 3 سوي 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 سوي. لا، انا كده هو مش عارف ان هو اتطور من ايه. دي نقطه. ثاني حاجه انا مش عارف احدد التطور بالضبط ماشي ازاي، او من هل التمرين ده كافي بالنسبه له او لا. فخلينا نقول ان احنا نبدا من نقطه معينه نعتبرها نقطه بدايه، ومع التقدم ومع الاستمرار ومع الوقت هيبان معايا هل اللاعب ده يحتاج اكتر او لا. فدي النقطة الأولى. النقطة الثانية بخصوص إن أنا مثلا بلعب كام مرة سكوات أو بلعب كام مرة بنش أو بلعب كام مرة ديد ليفت، ده برضه يعتمد على ردة فعل اللاعب. وزي ما قلنا إن أنت كل ما كان مستواك أعلى أو كل ما أنت تطورت أكتر في الرياضة هتحتاج أنت فوليوم أكتر، هتحتاج إن أنت فوليوم يعني عدد تمارين صح كده؟ الفوليوم اللي هو التوتال فوليوم، خلينا نقول اللي هو السيتس والريبس والوزن. يعني التوتال فوليوم ده اللي هو حجم التمرين الكامل. يس. تمام. انا بتمرن كام جلسه وكام عده والوزن اللي انا بشيله، كل ده بنضربه في بعض بيطلع لنا حاجه اسمها حجم التمرين. يس. احنا في الباور ليفتنج برضو في حاجه ثانيه غير الحجم التمرين بنسميها التوتال تونج. التونج اللي هو نفس اللي انا قلته من شويه، اللي هو انت الوزن مضروب في الجلسات مضروب في العدات. فاحنا بمجرد ما نعمل الحاجه دي او بمجرد ما نطبق الموضوع ده للاعب، انا هيبان معايا التطور بتاع اللاعب على مدار الاسابيع وعلى مدار البلوكات والى اخره. وزي ما قلت برضو ان انا بعد ما حددت هو محتاج كام مره في الاسبوع وعملت له نقطه بدايه، انا وقتها هبدا ازود بالتدريج. يعني انا بدات في نقطه معينه، بعد كده هبدا ازود. بدات بمره واحده مثلا سكوات، ابدا بعد كده ازود او ازود نص زي ما شرحت اني ازود مثلا هاك سكوات او ازود ليج بريس. يعني بتزود خلينا نقول حاجه تدي تفعيل بس بطريقه ثانيه، مش لازم سكوات نفسه. على حسب كل واحد. على حسب رد فعل اللاعب. يعني مثلا ممكن سكوات اوريدي انا مبرمج له حاجه في جدوله ان هو يلعب مثلا في الديدلت يلعب مره ونص ديدلت، اللي هو مثلا يلعب بالمره الاولى كومب او بوز ديدلت حسب ان انا احل المشكله او ان انا افيده بطريقه معينه وبستريس معين. المره الثانيه تكون ار ديل اللي هو ما يعتبر مره كامله، يعتبر نص. فانا الحاجه دي لما انا احددها بالشكل ده وبالطريقه دي انا هيبان عندي اللاعب هل هو محتاج اكثر او لا. طبعا زي ما قلنا ده هيبان ازاي؟ هيبان عن طريق الوزن اللي هو قاعد يشيله، هيبان عن طريق تطوره ماشي كيف. برضه الهيستوري بتاع اللاعب، لو اللاعب انا عندي من زمان فانا عارف انا اقدر اقيم مثلا هو كان في النقطه دي او في الوقت ده ماشي بطريقه معينه، بعد فتره ماشي بطريقه معينه. فكل دي حاجات انا هتبان معايا مع الوقت.
فخلينا نقول ان انا بحدد العدد المرات اللي محتاجه اللاعب بناء على مستوى اللاعب، وخلينا لو حددنا رينج ممكن المبتدئ كافي جدا بالنسبه له يلعب سكوات مره واحده في الاسبوع، بنش من مره لمرتين، الديد ليفت برضه من مره لمرتين، المتوسط نفس الفكره من مره لثلاث مرات حسب رد فعل جسمه، البنش من مره لاربع مرات على حسب رد فعل جسمه، الديد ليفت نفس الفكره. المتقدم الموضوع بيكون مختلف شويه على اساس ان انا براعي اكثر من شغله، منها حجم تمرين والعام، منها الفاريشنز اللي موجوده في كل تمرين. فمش هنقول مثلا المتقدم انه هو هيزيد الفريكونسي، لكن هو هنغير في حاجات معينه في نفس الفريكونسي بتاع المتوسط. فهتلقى برضه من مره ل3 كسكوات، من مره ل4 برضه، من مره ل6 مرات بنش في الاسبوع لو كان متقدم شويه، والديد ليفت من مره لمرتين او مرتين ونص كحد اقصى. ما نفضل انت تروح 3 مرات عشان الجهاد العالي في الديد ليفت، بس بشكل عام دي اللي هي الاساسيات اللي انت تمشي عليها. طبعا زي ما قلت ان الباور ليفتنج رياضه بتعتمد على رده فعل اللاعب، مش بتعتمد على ان انا عندي حاجات ثابته زي مثلا البادي بيلدينج، لا انا عندي مثلا متغيرات، المتغيرات دي انا بقيس من خلالها الشخص ده هل هو قاعد يتطور معي او لا. لو كان الشخص معك قاعد يتطور بحاجه مختلفه عن الاساس اللي احنا كلنا متعارفين عليه، انت راح تكمل عليه، ما راح تغير في شيء. لكن لو كان اللاعب عندي ما بيتطور، فانت راح تبدا تغير وتشوف حاجه مناسبه له اكثر. وبنفس المبدا ده انت هتبدا تغير وتجدد وتشوف الحاجه المناسبه مع اللاعب وتكمل عليه. ايه هي اشكال او اشهر الاشكال في كل رفعه؟ يعني مثلا السكوات، هل هي سكوات بس ولا في منها مثلا تمبو سكوات زي ما انت قلت؟ البنش، هل هي بنش بريس بس ولا في منها حاجات تاني، صور تاني؟ الديد ليفت، ايه هي صور الديد ليفت؟ بص، هي في لكل رفعه عندي في طريقه اداء التمرين وفي الفاريشنز. اللي انت شرحت طريقه اداء التمرين دي هتختلف من لاعب للثاني، فممكن عندي لاعب عنده ليفرجز معينه، الليفرجز اللي هي الاطوال بكل بساطه. انا في الباور ليفتنج الهدف مني ان انا اشيل اعلى وزن اقدر عليه، وانا بحاول ان انا اقلل المدى الحركي. فالليفرجز او الاطوال دي هتختلف ازاي؟ ان انا عندي لاعب مثلا يده طويله في الديد ليفت، وفي نفس الوقت رجليه طويله، فانا ممكن ان انا لما العبه سومو ديد ليفت هيقدر ان هو يشيل الوزن يشيل البار من الوزن بمدى حركي اقل، ويستخدم الهنج او هو حوضه بشكل افضل. فانا هنا مثلا ما ادي له اقول له لا روح العب كونفنشن، لكن عندي لاعب ثاني يده طويله ورجليه قصيره، فانا ممكن هنا العبه كونفنشن لان الكونفنشن في حد هو افضل. نفس الفكره ان مثلا بين اللو بار والهاي بار، شخص مثلا اطواله متناسبه مع الهاي بار، فانا راح ادي له هاي بار وخليه يلعب الهاي بار ويجرب الهاي بار. شخص لا اطواله متناسبه مع اللو بار، راح ادي الحاجه دي. وبرضه في نقطه اللي هي الفروقات الفرديه، ان انا في شخص مثلا ممكن يكون مناسب معاه اللو بار لكن هو اقوى في الهاي بار، فانا راح اكمل بالهاي بار بكل بساطه. لكن زي ما قلنا انت تراعي الفروقات الفرديه. ثاني حاجه اللي تكلمت عليها بخصوص اللي هي الفاريشنز دي، الهدف منها بكل بساطه اما تحسين التكنيك، اما تحسين مشكله معينه في الرفعه، اما ان هي زياده الفوليوم بشكل مناسب، اما ان هي تحط ستريس على جسمك لكن بطريقه مختلفه عن طريق اداء حركه مشابهه. فبالسكوات عندي فاريشنز كثير، عندي التيمبو سكوات، عندي البوز سكوات، عندي التيمبو بوز سكوات، عندي البن بريس، البن سكوات اقصد، عندي البن سكوات، عندي بلوك او بوكس سكوات خلينا نقول، عندي اس اس بي اللي هو سيفتي سكوات بار. البنش نفس الفكره، البنش انا ممكن على حسب اتساع الوقفه بتاعتي، اتساع المسكه بتاعتي، ممكن بلعب وايد جريب، ممكن العب كلوز جريب، ممكن يعني بتختلف ما بين واحد والتاني، ممكن واحد يلعب واسع شويه ضيق شويه بالظبط على حسب الاطوال بتاعته زي ما انت بتقول، على حسب كل واحد. فانت حتى يعني الشخص، انت التمرين معين مثلا تمرين كلوز جريب، الكلوز جريب للشخص ده غير عن الكلوز جريب للشخص ده. ليه؟ لان انت عندك اتساع الاطوال نفسه يختلف. فانا فرق فكل المسكه، لا اتساع المسكه نفسها بتاع الشخص نفسه يختلف. يعني في شخص مثلا بيلعب وايد خالص، يعني اليد فانا الشخص ده مش هاجي اقول له العب كده خلاص العب كلوز جريب، لا انا هخليه ايدي بشكل معين وبنسبه معين تتناسب مع الحاجه اللي هو بيعملها دي. فالطريقه دي هي اللي هتكون انسب لكل لاعب. زائد مثلا عندي زي ما قلنا كلوز جريب، عندي اللارسن، عندي التيمبو، عندي البوزد، عندي البند بريس، عندي البورد بريس، كلها دي اشكال للبنش. الديد ليفت عندي البوزد، عندي التيمبو، عندي بلوك بول، عندي الراك بول، عندي الار دي ال، عندي الستيفليك ديد ليفت، كلها دي اشكال وفاريشنز لكل رفعه من الرفعات. تمام، يعني كده ده معناه ان انا مثلا لو داخل بطوله، فان في الديد ليفت يا اما هلعب سومو
يا اما هلعب كونفنشنال بس. لكن الباقي ده بتقول انت اسلوب تمرين معينه بيكون على حسب كل لاعب وعلى ما حسب هي- نقاط الضعف بتاعته والكلام ده. يس. السكوات يا اما هاي بار يا اما لو بار. البنش هو بنش. لا، ما البنش، حتى البنش فيه متغيرات. البنش انت ممكن لاعب يكون عندك اقوى في الكلوز جريب. لا انا بتكلم ان يعني ما خلاص مش خلينا هو نقول ان أقوى. هي مثلا بتختلف الاتساع بتاع المسكه بتاعتها يس. على حسب على حسب انت راح تشوف الاقوى فيه وتكمل عليه. فانت لو اقوى في مثلا السومو راح تكمل على السومو. لو انت اقوى في الكلوز جريب. ايوه، لان احنا ما ذكرناش الكلام ده. قصدي في الاول لما اتكلمنا ايه هي الرفعات نفسها، احنا قلنا الرفعات سكوات بنش ديد ليفت، لكن ما قلناش مثلا ان جوه الديد ليفت في كونفنشنال وفي يس. فاهم. فدي نقطه مهمه يس. انا حبيت بس اوضحها. في كل رفعه فيهم في طريقه، زي ما قلنا دي طريقه اداء. امم فطريقه الاداء دي انت ازاي تمارس الرفعه دي بتعتمد على اللي انت اقوى فيه. فممكن شخص معين مثلا لو هو لعب السكوات ورجليه ضيقه مش هيقدر ينزل في الديد، بينما لو وسع رجوله شويه هيقدر ينزل وهو مرتاح، وهو راح يصير اقوى في البوزيشن ده. وزي ما انت تشوف في النت في لاعبين مثلا بيخلي رجله واسعه خالص. ايوه صح. فلو حد من بعيد شافها يقول لك انت بتعمل كده ليه؟ غلط. يفتكر ان ده تمرين ثاني او ده غلط او حاجه مختلفه، بينما ده الصح لان الشخص ده هو اقوى في البوزيشن دي. بينما في الحاله الثانيه برضه ممكن شخص يشوف البنش بريس مثلا. البنش بريس العادي ان الشخص مثلا بيلعب قبل الرينج مثلا، بيمسك من نفس المكان اللي هو قبل الرينج. لو شاف حد واسع خالص او موسع يده، او ان هو مثلا بيلعب كلوز خالص ان هو اقوى في النقطه، يقول لك لا انت بتلعب غلط. بينما لا، دي طريقه اداء للتمرين. السومو نفس الفكره، الكونفنشنال نفس الفكره، او في الديدليفت نفس الفكره. فانت في الديدليفت عندك يا سومو يا كونفنشنال على حسب انت اقوى في ايه. فانت لما تلاقي انت الحاجه اللي انت اقوى فيها، انت كده هتقدر تستمر وتكمل على التمرين وتحقق افضل نتائج. طيب في الاخر لو حبيت ان انا ادمج ما بين الاثنين، انا كواحد بودي بيلدينج تمام بتمرن بودي بيلدينج بشكل صرف، حابب ان انا اروح للباور ليفتنج، ولكن بشكل عام مش حابب ان انا اخسر الحجم العضلي، بالعكس انا حابب ان انا اطور فيه. فهل ينفع اصلا ان انا ادمج ما بين الاثنين بودي بيلدينج وباور ليفتنج ولا لا؟ طيب شوف، احنا في الاساس خلينا نقول الجدول الباور ليفتنج الصرف اللي هو الصحيح ده بيحتوي على تمارين بادي بيلدينج. ده في الاساس في تمارين بودي بيلدينج، في تمارين اللي احنا قلنا عليها الاكسسوارز. لكن يعتمد على فترات. بمعنى ان انت لو كل ما انت قربت من البطوله تمارين الاكسسوارز اللي موجوده في جدولك راح تقل، فتركيزك اكثر راح يروح ليش؟ للرفعات الثلاث. لكن انت مثلا لو كنت انت بعدت عن البطوله وفي فتره طويله، انت ممكن فتره طويله قبل البطوله بتاعتك لو انت بتنافس يعني، انت هنا ممكن وقتها تدخل او تخش في مرحله اوف سيزون تدخل تمارين هايبرتروفي اكثر وتمارين بادي بيلدينج اكثر. فهنا في المرحله دي انا بسميها باور بيلدينج. لكن برضه الموضوع بيعتمد على السيزون نفسه. انت كشخص معين، انت الوقت ده هل انت حابب ان انت او لا انا حابب ان انا اتمرن كده، يعني اللي هو انا عايز ازود من القوه بتاعتي، ما عنديش بطوله ولا بودي بيلدينج ولا باور ليفتنج، بس انا بتمرن بشكل عام، بس حابب ازود فعلا القوه بتاعتي. هنا في الوقت ده انت خلينا نقول انت هتبدا تخلي جدولك باور بيلدينج. انت تبدا تدخل الرفعات الثلاثه في جدولك. باور بيلدينج بيجمع ما بين الباور ليفتنج والبودي بيلدينج. تمام. فانت داخل الرفعات الثلاثه في جدولك، وبالتالي تعمل لهم برمجه بسيطه على اساس ان انت تمارس الرفعات الثلاثه وتقوى فيهم، وفي نفس الوقت انت قاعد تزيد عضلات بتمارين الاكسسوارز. وبرضه خلينا نوضح بس ان الرفعات الثلاثه هي مهاره، انت ممارستك ليها دي مهاره. فانت لو مثلا عندي باور ليفتر بعد فتره قاعد ما تمرنش سكوات بنش ديد ليفت، ممكن يفقد المهاره دي. يعني ممكن اوزانه تقل عادي. هي اوزانه تقل في حاله في خلينا نقول لو كان هو ما تمرنش ابدا، او مثلا قطع كامل. لو هو كان يتمرن برجلين مثلا شده عاليه وكان بيعمل كل حاجه، ممكن اوزانه ما تقلش. لكن المهاره نفسها بتاعت اداؤه للتمرين، يعني سرعته هو نازل، تحكمه بالبار، البريسنج، الكنترول، الدبث، الحاجات دي كلها هتتاثر لو هو وقف بالكامل. نفس الفكره البالانس، الثبات مثلا في البنش، البوزيشننج في الديد ليفت، التبس البسيطه، ازاي يستخدم حوضه ازاي. فدي انت بالممارسه انت هتعملها بشكل لا ارادي. فالحياه دي اصلا جسمك حافظها بحكم انت بتمارس كل مره بتروح الجيم بتلعب سكوات بنش ديد ليفت، سكوات بنش بشكل تلقائي. يس. فالحياه دي لما انت تبطل تمرين دي هتوقف ومش هتكون موجوده ومش تقدر تكملها، لكن قوتك ما زالت موجوده. لكن الفكره ان انت كل ما خليت تمرينك بادي بيلدينج اكثر، كل ما كان انت ميلك للجانب القوه كان الجانب البناء العضلي اكثر. والعكس تماما، كل ما كان تمرينك لا باور ليفت اكثر، انت ملت
لجانب القوه اكثر. فالجمع ما بينهم موجود، وممكن تقدر تجمع ما بينهم، لكن انت تراعي الاثنين في نفس الوقت. ايه حوار العزومه ده؟ والله حوار العزومه حوار كبير ومتشعب، والشخص اللي بيسال تقريبا عرفته. اوكي، بس انا ما رضيتش اعمل له منشن. لا احنا بص، احنا هنستر عليه يعني، مش هنتكلم عليه، وهتفاهم معاك بعدين، وهنشوف موضوع العزومه ده ان شاء الله. اكتب لي في الكومنتات عايز العزومه تكون ايه. ده ده كده على طول. ده من الناس، ايوه ما تخافش. وبس، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنساش تعمل شير لاصحابك وتخليهم يستفادوا ويعملوا سبسكرايب، وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجايه. لو كان عندكم اي اسئله او استفسارات عن الباور ليفتنج او اي حاجه في الرياضه والتمرين بشكل عام، اكتبوها لنا في الوصف او في التعليقات تحت، وهنرد عليها ان شاء الله، وممكن نعمل حلقات تانية. ويعطيكم الف عافيه. السلام عليكم.